رمضان في مصر حاجة تانية، مئات بل آلاف الأماكن في مصر تستحق الزيارة في ليالي ونهار رمضان كمان. السنة دي في الشهر الكريم هناخدكم في جولات في بيوت ومساجد وشوارع منسية في قلب مصر المحروسة، نعرفكم بيها ونقربكم منها. أنا محمد سعيد من قناة تاريختولوجي، ويلا بينا نحكي حكاية النهاردة. رحلتنا النهاردة لواحد من مساجد آل البيت، مسجد ستنا فاطمة النبوية اللي موجود في الدرب الأحمر. الوصول للمسجد سهل جدا، اوصل لمتحف الفن الإسلامي ومديرية الأمن في باب الخلق، وادخل في الشارع اللي جنب المديرية لحد ما توصل لباب زويل على شمالك والخيامية على يمينك. كمل على طول وهتلاقي لوحات إرشادية لحد ما توصل للجامع، أقل من 5 دقايق مشي وهتلاقي نفسك قدام القصر الجميل دوت. مين بقى ستنا فاطمة النبوية؟ هي ابنة الإمام الحسين رضي الله عنه، ابن سيدنا علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل المسجد ده على اسمها كده وخلاص ولا ليها علاقة بيه؟ أحب أقولك إن هي صاحبة المسجد الجميل ده، وقبرها والضريح بتاعها ملحق بالمسجد لحد النهاردة. السيدة فاطمة النبوية والمعروفة بأم الحنان أو أم المساكين، زي ما قلنا إن أبوها سيدنا الحسين وأمها السيدة أم إسحاق التيمية بنت سيدنا طلحة بن عبيد الله. اتولد بالمدينة المنورة يوم 20 شعبان سنة 40 هجريا. عاشت في المدينة المنورة في حجرة جدتها السيدة فاطمة الزهراء بالقرب من روضة جدها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع التوسعة الرابعة للمسجد النبوي في العصر الأموي، وكان أمير المدينة في الوقت دوت هو سيدنا عمر بن عبد العزيز، وهو اللي أقام بهذه التوسعة، وتم أخذ حجرات وغرف زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في التوسعة. انتقلت السيدة فاطمة النبوية لغرب المدينة وأقامت هناك. اتجوزت ستنا فاطمة النبوية من ابن عمها الحسن ابن الحسن بن علي، وأنجبت منه 3 أبناء. وبعد موت زوجها الحسن بن الحسن، وبعد إلحاح من أمها السيدة أم إسحاق التيمية، اتجوزت من عبد الله بن عمر ابن عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا، وأنجبت منه ولدين. واتسمت باسم النبوية عشان شدة الشبه بينها وبين جدتها ستنا فاطمة الزهراء، اللي كانت أقرب الناس شبها بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت ستنا فاطمة النبوية معركة كربلاء، وشهدت مقتل أبوها سيدنا الحسين. وبعد المعركة جت على مصر مع أختها السيدة سكينة وعمتها السيدة زينب رضي الله عنهم جميعا، ولكنها ما استقرتش في مصر، ورجعت تاني على المدينة، وفضلت عايشة في بيتها في المدينة فترة، وبعد كده رجعت تاني على مصر واستقرت هنا في نفس مكان الضريح بتاعها. وكانت علاقتها بأهل مصر ممتازة جدا، وكانت بتقيم مجالس العلم وتعطي دروس الفقه للنساء، وكانت من ألقابها برضو أم الأيتام. فهي صاحبة أول مؤسسة خيرية في التاريخ الإسلامي بل في التاريخ كله لأبناء الشهداء. فبعد مثلا معركة كربلاء أخذت معاها 7 بنات من بنات الشهداء. ومش بس كده، أي حد مسكين أو فقير كان يقصد بيتها كان يلاقي المأكل والمشرب والمأوى كمان. وفضلت عايشة في بيتها اللي هو مكان الضريح بتاعها دلوقتي لحد ما صعدت روحها للي خلقها في شهر ربيع الأول سنة 110 هجريا، وتحول بيتها لضريح اتدفنت فيه. وحتى ال7 يتامى اللي جم معاها من كربلاء فضلوا ملازمين ليها حتى بعد ما ماتت واتدفنوا جنبها. ولكن التجديدات والتوسعات اللي حصلت في المسجد أخفت معالم مقابرهم. المكان هنا من الأماكن الممتازة اللي بجد أنصح كل الناس إنها تتشرف بزيارتها. الروحانيات هنا خصوصا في رمضان عالية جدا. وبكده أكون وصلت لنهاية حلقة النهاردة من داخل مسجد ستنا فاطمة النبوية. ولو كنت وصلت معنا لحد هنا فمتنسيش اللايك، ولأول مرة تشرفنا على القناة فمتنسيش السبسكرايب وتفعيل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد من حلقاتنا أول بأول. وسلام.